Rockin' Scoop. محبي قناة موروكن سكوب، مرحبا بكم. العالم ديما فيه لحظات مؤثرة في كرة القدم، وبزاف ديال اللاعبين اللي مروا بلحظات ديال البكاء والفرح ولحظات إنسانية خلال المشوار ديالهم. هاد الفيديو غادي ياخدكم في جولة في أهم هاد اللحظات مع لاعبي المنتخب الوطني المغربي، ونبداو بأول لاعب هو سفيان أمرابط، وبكاءه في واحد من أكثر اللحظات المؤثرة كانت بعد مباراة إسبانيا. المنتخب المغربي أدى مباراة رائعة، وكان سفيان أمرابط واحد من الأسباب اللي ساهموا في الأداء الرائع. حوار صحفي تأثر أمرابط وبكى من فرح التأهل والأداء الكبير للمنتخب المغربي. بكاء حكيم زياش في برنامج تلفزي، عرضوا فيديو لوالدة حكيم زياش، وزياش ما قدرش يمنع الدموع وبكى بشدة. هاد اللحظة كانت تعبر عن مدى الحب ديالو لأمه والعائلة ديالو. بكاء أشرف حكيمي في نصف نهائي كأس العالم وبعد الخسارة ضد فرنسا، بكى أشرف حكيمي والكل شاف اللقطة الإنسانية للصديق ديالو كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي وهو كيواسيه بعد الهزيمة. بكاء ياسين بونو في برنامج تلفزي إسباني، قدموا فيديو عن عائلة ياسين بونو اللي ظهرت فيه الوالدة ديالو والأب ديالو والأخ ديالو. بونو ما قدرش يمنع دموعه وبكى بشدة. هاد اللحظات كانت كتعبر عن مكانة العائلة في حياة اللاعب. بكاء نايف أكرد بعد التأهل ضد البرتغال، لاحظنا بكاء نايف أكرد بسبب الفرح، وعانق مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي بحرارة. هاد اللحظات كانت كتعبر على التضامن والروح الجماعية للفريق. بكاء بدر بانون في حوار صحفي، بكى بدر بانون وشكر وليد الركراكي لأنه ناداه للمنتخب الوطني المغربي، وهذا بسبب عدم استدعائه سواء في كأس إفريقيا مع خليلوزيتش أو في كأس العالم 2018 مع رونالدو. هذه اللحظة تعبر عن مدى امتنان اللاعب لوليد الركراكي. بكاء بلال الخنوس بعد الفوز على مصر في نهائي كأس إفريقيا للمنتخب الأولمبي، بكى بلال الخنوس بفرح كبير. هذه اللحظة كانت تعبر عن مدى فخر اللاعبين بتحقيق البطولة. وأخيرا بكاء وليد الركراكي بعد الفوز على البرتغال والتأهل إلى نهائي كأس العالم. الكل لاحظ بكاء وليد الركراكي بعد نهاية المباراة، وهذا الشيء كيدل على الضغط اللي كان على المدرب أثناء هذه المقابلة. شكرا لك على مشاهدتك للفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكرا مرة أخرى.